الا كنتي محتار اش توجد للعشاء، هاد الوصفه غتعجبك بزاف. الروز كريمي بالصوص بلونش مع الدجاج، واحد الطريقه جديده سهله خفيفه ولذيذه من اول لقمه. نمشيو للطريقه. واول حاجه غنبداو بها هي اننا غنسلقوا الروز ديالنا. من بعد ما غسلت الروز ديالي مزيان 2 مرات، حيدت منه النشويات، غنخلي الماء تيغلي وغنسلقو. نعمل 2 ريقات ناموسه وشويه ديال الزيت في الماء ونخلي الروز يغلي. اما هنا فغادي ناخد واحد البصيله، غنقطعها طريفات صغار، غنشلضها. وكذلك غادي ناخد واحد الصدره ديال الدجاج، حتى هي غادي نقطعها على شكل ايمانسي دبولي. غناخد البصيله ديالي غادي نشحرها في الزيت اول حاجه. من بعد ما تاخد البصله ديالنا اللون الذهبي ديالها، غادي نضيف عليها الدجاج. وغنزيد عليها شويه ديال الربيع مخلط بين معكنوس وقزبر. اما هنا غادي ناخد واحد المعلقه ديال الثومه بودر، تقدروا تعوضوها بدريس ديال الثومه تحكوه مع الدجاج ديالكم. ديال المعلقه ديال السكينجبير، ابزار وخرقوم. غنزيدوا ليها شويه د الملحه وريقه زيت ناموسه حتى هي، ازير، وكذلك الزيت ديال الصوجه. وهنا غادي نضيفو واحد نص ديال الكاوزه غنحكوها مع كنور ديال الدجاج. غنخلطو كلشي، غنميكسيوه وغنخليو كلشي يتشحر مع بعضياتو مزيان. الكاوزه هي اللي كتعطي مذاق خاص لهاد الوصفه. اما هنا فغادي نضيف الكريمه السائله، كريمه ديال الطبخ. نتوما تقدروا تستعملوا النوع اللي بغيتو اللي كتفضلوه. انا استعملت هذه. واكيد حيت انا كتعجبني الزيت ديال الصوجه غادي نزيد عليها زيت الصوجه. هي كتبدل ليها اللون وحتى المذاق، كتعطيها مذاق رائع. نتوما على حسب الرغبه ديالكم. هنا من بعد ما غلات لينا الكريمه ديالنا غادي تكون واجده. الروز ديجا سلقناه، غادي نديرو ليها شويه ديال الملح فقط، وغنضيفو لاصوص ديالنا على الرز. انا قدمتها بهذه الطريقه، اما نتوما تقدروا تقدموها بالطريقه اللي عجبتكم. وهذه هي وصفه اليوم بالصحه والراحه. نتمنى انه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لايك واشتراك، وشكرا.